حد قالك يعني ايه فلوس؟ حد قالك ان الشغل اللي بتصحاله كل يوم ممكن يكون فخ، وانك ممكن تفضل تشتغل 30 سنة تصرف وتصرف وفي الاخر تموت وانت لسه بتسدد اقساط تلاجة؟ محدش قالك ان المدارس بتعلمك تقرأ وتكتب بس ما بتعلمكش تشتري حريتك؟ النهاردة هاخدكم في جولة داخل كتاب الأب الغني والأب الفقير. الكتاب ده مش بس عن الغنى، الكتاب ده عن الفرق بين إنك تشتغل للفلوس وإن الفلوس تشتغل ليك. روبرت كيوساكي كان عنده أبين، واحد فقير اللي هو أبوه الحقيقي، والتاني غني أبو صاحبه وكان رجل أعمال. الفرق بينهم مش بس في الفلوس، الفرق بينهم في طريقة التفكير. الأب الفقير كان بيقوله اتعلم كويس، اشتغل شغلانة مضمونة وخليك موظف محترم. أما الأب الغني فكان بيقوله اتعلم تفكر، اتعلم تاخد مخاطر محسوبة وابني أصول. الفقير كان بيقول أنا مش هقدر، الغني كان بيقول ازاي أقدر. شفت الفرق؟ واحد بيقفل دماغه والتاني بيفتح أبواب التفكير. تعرف سباق الفيران؟ مشهد يومي، تصحى تشتغل تقبض تدفع الإيجار تدفع فواتير تشتري حاجة مش محتاجها تستنى الشهر الجاي تعيد نفس السيناريو. ودي الحياة اللي الأب الفقير بيشوفها طبيعية، لكن الأب الغني بيقولك ده مش سباق، ده سجن. الفلوس مش هدف، الفلوس أداة. الدرس الأول، اشتري أصول مش التزامات. طب ايه الفرق؟ الأصول حاجات بتدخلك فلوس، عقارات، أسهم، مشاريع. الالتزامات حاجات بتسحب منك فلوس، قرض، عربية، لبس غالي. المصيبة ناس كتير تشتري التزامات وهي فاكرة انها اصول. زي واحد يشتري عربية بالاقساط ويقولك استثمار. يا عم استثمار ايه؟ دي بتاكل بنزينك ومرارتك سوا. التعليم اللي ما بيعلمكش حاجة عن الفلوس. انت خدت في المدرسة هندسة، رياضة، تاريخ الملك مينا موحد القطرين، بس عمرك خدت درس اسمه ازاي تدير فلوسك؟ يعني ايه اصل والتزام؟ ازاي تبني مشروع صغير؟ ولا كأنهم خايفين تعقل وتفهم اللعبة. الدرس التاني، اشتغل عشان تتعلم مش عشان تقبض بس. الناس بتجري على الشغل اللي يدي فلوس، لكن الأب الغني كان بيقولك اشتغل عشان تتعلم المبيعات، التسويق، القيادة، المحاسبة. يعني حتى لو اشتغلت شغل بسيط في الأول خده كدورة تدريبية في الحياة، بس مش نهاية المشوار. الغني بيشتري وقت، الفقير بيبيع وقته. الفقير بيشتغل في الساعة يساوي أجر، يعني كل ما يعيا أو يسافر خلاص مفيش فلوس. لكن الغني بيعمل أصل يشتغل لوحده سواء نايم أو صاحي. وده الفرق بين إنك تبني آلة فلوس أو تفضل أنت بنفسك الآلة. الخوف من المخاطرة هو اللي بيحبسك. الناس مش بتستثمر ليه؟ خايفين يخسروا، أو خايفين يفشلوا، أو خايفين الناس تضحك عليهم. لكن الأب الغني بيقولك الخطر الحقيقي إنك ما تتعلمش أصلا. الفلوس بتيجي وتروح، لكن الفهم هو اللي بيبني الإمبراطوريات. المجتمع مبرمجك تكون موظف، كل حاجة حوالينا بتجهزك تكون ترسف مكنة. اشتغل، اصرف، استلف، سدد، عيد من الأول. لكن لو فهمت اللي في الكتاب ده ممكن تبدأ تغير اتجاه دماغك من موظف لمالك، من مستهلك لصانع. خلاصة الأب الغني، خليك واعي ماليا مش بس مثقف أكاديميا. الفقر مش بس حالة،
أحيانا بيبقى طريقة تفكير. الأصول أهم من المرتب. اشتغل على نفسك أكتر ما تشتغل في شغلانة. كل قرش تملكه إما يبنيك أو يهدك. الكتاب ده مش بيقولك تبقى مليونير في يوم وليلة، لكن بيقولك تبطل تضحك على نفسك وتبدأ تبني حاجة بجد. فاحكولي في الكومنتات ايه اكتر عادة مالية حاسس انك مؤخرها، واول اصل نفسك تبدأ بيه يكون ايه. مستنية ردودكم.